تصريح خطير من لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو يفاجئ به النادي الأهلي ومارسيل كولر ويكشف عن سر خطير سيبكي الأهلوية. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وإحراز هدفين في مباراة الأهلي مع جورماهيا الكيني والتي انتهت بفوز الأهلي ب3 أهداف نظيفة، فقد صرح اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الشرق الإماراتية وقال: هذه المباراة كانت تحدي بالنسبة إلي لأن الجميع كان يطالب برحيلي من النادي الأهلي، ولقد سمعت هذا من جانب الإعلام الأهلاوي وهذا أكثر ما أغضبني. ولكن بعد مجيئي من فترة الراحة فحدث اجتماع بيني وبين مدرب الأهلي مارسيل كولر وتحدثنا في كل شيء، وفتحت قلبي لكولر، فهو كان غاضب مني بسبب أنني بكون حزين بعض الشيء عندما أجلس احتياطيا أو عندما يتم تغييري خلال الموسم الماضي. ولكن أنا تحدثت معه بكل صراحة لأنني كنت أمر بفترة صعبة للغاية بسبب مرض نجل الصغير والذي يعاني من مرض خطير، وهو حاليا يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وهو بمرور الوقت يتحسن بعض الشيء. فأنا أرجو من كل الأهلوية أن يدعوا لنجلي بالشفاء العاجل. فأنا كنت أفضل لاعب النادي الأهلي في الموسم قبل الماضي، ولكن في الموسم الماضي لم أتألق بالشكل المبهر الذي ظهرت فيه في الموسم قبل الماضي. ولكن أوعد جمهور النادي الأهلي وكولر أنني سأظهر في هذه النسخة مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي بنسخة استثنائية، لأن هذا الموسم الأخير بالنسبة لي مع النادي الأهلي. فأنا تلقيت العديد من العروض لكي أرحل عن النادي الأهلي من صن داونز والوداد والترجي التونسي وبعض الأندية في الدوري السعودي، ولكن أنا رفضتها جميعا، بالرغم أن الأهلي سهل كل شيء بالنسبة لي لكي أرحل عن النادي الأهلي. ولكن بكل صراحة أنا لم أجد أي نادي في إفريقيا أو في الوطن العربي مثل النادي الأهلي. فأنا حققت إنجازات لم أحققها من قبل مع النادي الأهلي، كالحصول على دوري أبطال إفريقيا أكثر من مرة، والميدالية البرونزية أيضا في كأس العالم للأندية أكثر من مرة أيضا. والموسم الحالي بالنسبة للنادي الأهلي هو موسم تاريخي واستثنائي، لأننا سنشارك في العديد من البطولات العالمية كبطولة القارات للأندية الانتركونتيننتال، وأيضا بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا حافز كبير بالنسبة لي أن أتألق مع النادي الأهلي أنا وبقية زملائي لكي نحقق إنجازا فريدا بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.